ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا عيش البطاطس، حاجه كده شبه القرص كده، واحلى من العيش بشويه، وحاجه ببطاطسايه واحده وكوبايه دقيق هتعملي احلى شويه عيش. يعني الاول نسمو بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وعايزه اقولك لو اول مره بتشوفيني اشتركي معايا ونوريني وفعلي الجرس واعملي اللايك. ماشي يا حبايبي. معايا هنا بقى معايا بطاطسايه كبيره، ومعايا كوبايه دقيق او كوبايتين زي ما تحبي. ماشي، انا حاطه هنا كوبايتين دقيق والبطاطسايه. همسك البطاطسايه بتاعتي، همسكها اقطعها كده، وهحط لها ملح وميه واحطها على النار تتسلق سلقه. تتسلق عادي خالص يا بنات. عايزه اقول لكل اللي بيشترك معايا وبينورني على راسي، والله نورتوني، وان شاء الله القناه هتتفعل باذن الله بيكم. فما تنسوش اللي يخش ويتفرج يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك، اهم حاجه الاشتراك يا حبايبي، علشان القناه ان شاء الله باذن الله تتفعل بيكم باذن الله. انا معايا بقى هنا ايه، هعجن بقى عجينه عاديه خالص. هعجن عجينه عيش زي ما، ولا هحط بقى ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه، هي ميه وملح ومعلقه السكر. ماشي. وهاجي في اخر العجنه كده، طبعا هي عايزه ايه، 10 دقايق ايه، عجنه حلوه كده عشان تديني ملمس حلو قوي للعجينه حبايبي. هنا حطيت معلقه زيت واحده، معلقه زيت واحده، عشان هحط حته زبده فين وانا بقى ايه بعجنها برضو ايه كده اخر عجنه بقى خلاص. بصوا حبايبي، بتبقى تلزق في الايد كده، دي بتخلي العجينه طريه وناعمه. التلزيقه دي ما تخليهاش ناشفه، خليها فيها تلزيقه كده. هتلاقي العجينه بتاعتك كده فيها ملمس طري كده وهشه كده العجينه من جوه. انا كده حطيت لها برضو بتاع معلقه زبده صغيره خالص وعجنتها. ماشي، هعوز خلاص بقى انا عجنتها عجنه حلوه اهي. هاجي ماسكاها بقى، عايصه البلاستيكه بتاعتي بقى زيت برضو، وهسيبها ايه، هسيبها تتخمر. وهشوف بقى البطاطس بتاعتي، همسكها كده خلاص، هي كمان بردت اهي، قشرتها وحطيت لها ملح وفلفل اسمر ورشه كمون يا بنات، وحته ايه، حته زبده برضو. ماشي. ممكن بقى تحط لها ايه، حته جبنه تركي، جبنه دومت، جبنه، لا جبنه موتزاريلا. برضو ايه، بتعزز برضو الطعم قوي. عايزه اقول لك البطاطسايه دي بتدي هشاشه للرغيف العيش، بتديله طعم كده جميل، ولا بتبان خالص فيه البطاطسايه دي. انا عايزه اقول لكم، انا عملت العجينه دي قبل كده. انا كده حطيت معلقه جبنه قريشيه. انا عملت العجينه دي او عملت العيش ده حبايبي، عملته قبل كده في فيديو، حتى لو تنزلوا هتلاقوني عاملاه، بس عاملاه في صينيه كبيره، عامله زي فطيرتين كده كبار في الصينيه. بس انا كنت التاني عجناه بلبن وحط على وشه بيض، كان تحفه يا بنات. وعايزه اقول لك ممكن تستخدمي برضو العجينه دي بعد ما خلاص هتحشيها وتخبزيها وتعمليه بيها احلى حشوه بيتزا، تحشيها احلى بيتزا تطلع طعمها زي الفل. انا كده بقى همسكها اقرصها وهسيبها برضو ترتاح شويه، عشان كل ما تريحي العجينه بتاعتك بتعرفي تفرديها، بتعرفي تشكليها، فتقطعيها وتسيبيها ترتاح. انا هبطل كلام اهو عشان طلع الكومنت اللي كان متقيل اللي كان ترجمة الكومنت يا حبايبي، حد عراقي بيقول لي انت بتتكلمي كتير، فحاضر هقلل كلامي شوية على راسي، هقلل كلامي شوية اهو. بس والله في ناس بتقول لي فسري الكلام وفسري فهمينا واحدة واحدة على الفيسبوك، يعني معايا على الفيسبوك، قولي لي ايه ممكن تقولي واحدة واحدة وبالتفاصيل. فانا هقلل كلامي برضو علشان انا معايا ناس من العراق ومعايا ناس من الجزائر، فانا هراضي كله بقى كده، هقلل كلامي شويه واتكلم شويه. انا كده بقى هسيبه يرتاح، عشان زي ما قلنا كل ما نقرصه الحاجه، كل العجين بالذات كل ما تريحيه بيديكي برضو، بتعرفي تشكليه، بتعرفي تبططيه ويتفرد معاكي بكل سهوله. ماشي. انا كده فردتها وحشيتها الحشو وقفلتها ورجعت فردتها تاني زي ما قلت لك. بصي كده لما سبتها ترتاح بتتفرد معايا بكل سهوله. معايا الصينيه بتاعتي بقى بدهنها زيت، وبفرد فيها ايه، العيش بتاعي. الله بقى الرغيف ده بقى كده مع حتة جبنة كده مع كوباية شاي كده بقى الصبحية كده، ولا نتعشوا بيها، حاجة في منتهى الجمال. مش مكلف خالص يا حبايبي، بكوباية دقيق زي ما قلت لك وبطاطساية هتعملي احلى رغيف عيش. والله احلى يعني، يعني احلى من القرص كمان. حاجة حلوة كده وخفيفة. يمكن القرص بتبقى فيها مثلا سمنة وزبدة والحاجات دي، انما ده خفيف خالص بمعلقة زيت واحدة او معلقة زبدة. بصوا بقى انا سبته بعد ما كل ده سبته نص ساعة كمان. بصوا بقى الجمال والحلاوة. هدخله بقى على فرن سخن وهيطلع بالشكل الجميل ده. يا رب يعجبكم ويا رب تجربوه ان شاء الله.